مساء الخير على متابعيني وحبايبي، يا رب دايما كده تكونوا بخير وسعادة. النهاردة فيديو جديد ووصفة جديدة. هنعمل صلصة الطماطم المركزة بأسرار الشركات، بس من غير بقى مواد حافظة. القوام تقيل جدا واللون أحمر زي ما انتوا شايفينه كده، يعني معلقة واحدة ممكن هتظبط لك أي أكلة. والطريقة اللي هنعملها النهاردة دي تعتبر أسهل وأسرع وأحسن طريقة تخزني بيها الصلصة. يعني لو عايزة تعملي كده كمية مش هتاخد منك مجهود خالص. أنا ساعات بعمل بال20 وال30 كيلو بالطريقة دي، ما بتاخدش مني مجهود خالص ولا وقت، وما بيكونش فيها كمان اي هدر. شايفين تقيلة ازاي؟ هنعرف الطريقة مع بعض، بس تابعيني كده في الفيديو علشان نشوف الطريقة. بس يلا بسرعة اشتركي في القناة ولايك وشير لو عجبك الفيديو. انا جايبة كده حوالي 7 كيلو من الطماطم، كيس فيه 4 كيلو وكيس فيه 3 كيلو. شايفين بقى الطماطم بتاعتنا النهاردة تحفة. انا وانا شغالة هقول لكم على الطماطم اللي تختاريها علشان تطلع لك كده كمية صلصة كتير. انا جبت كده ال7 كيلو وغسلتهم غسلة كده كويسة، وابتديت كده بقى اشتغل فيها. شايفين بقى العلق بتاعها ده؟ انا مش عايزاه خالص، ده بيبقى مترسب فيه الكيماويات. هشيله كده بسكينة ليها بوز كده رفيع بالشكل ده، في ثواني كده هيتشال معاكي. لو قدامك 20 كيلو هتعمليهم في دقيقة. دي اول طريقة. لازم تشيل العنق بتاعها ده، ما تسيبهوش ابدا. وفي كمان طريقة تانية، لو ما عندكيش سكينة ليها بوز رفيع، انا بجيب المقوار بتاع البتنجان وببتدي كده ان انا اشيلها كده في ثواني زي ما انتوا شايفين كده. طريقة سهلة جدا ومش عايزة اي وقت، بس اهم حاجة ان انت لازم تشيلي الجزء ده اهو. حلو قوي كده. انا عملت الكمية كلها زي ما انتوا شايفين كده، خلصتها. ما خدتش معايا دقيقتين بالظبط. انا زي ما قلت لكم دول 7 كيلو. انا بعمل كميات كبيرة بخزنها عندي في التوقيت ده. يعني الطماطم فيه بتبقى حلوة قوي. بس النهاردة انا عاملة معاكم الكمية دي بس، لكن الايام اللي جاية فرصة الطماطم دلوقتي سعرها كويس، هجيب كمية وهخزنها. بصي بقى، الطماطم اللي انت تجيبيها علشان تعصريها لازم تكون كده حلوة وما فيهاش كده حاجة بايظة ولا اي حاجة، عشان لو جبتي فيها جزء كده بايظ هتضطري ان انت تقطعيه وهتهدر معاكي وما بتبقاش حلوة. ولازم تكون كبيرة وتكون ملحمة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، عشان لو عصرتي الصغيرة هتديكي بذر وقشر كتير قوي، وتكون جامدة وحمرة، وتبقى كده بتاعة الشتاء زي دلوقتي، بتبقى كده حلوة ومسكرة، احسن من الطماطم الصيفية بكتير. اهو شايفين بقى، هحطها كده في حلة. انا جبت، هاتي بقى اي حلة، انا وزعت الكمية على حلتين بالشكل ده، سواء حل ألمونيوم او ستانلس او جرانيت، اي حاجة موجودة عندك. وجبت كوباية مية الكبيرة اللي انتوا شايفينها دي، قسمتها على الحلتين. ما تحاوليش تحطي مية كتير علشان هي اصلا هتنزل مية. انا دلوقتي رفعتها على النار وغطيتها كده، كل حلة بالغطا بتاعها، ما تسيبهاش مكشوفة. واول ما بتغلي بسيبها بعديها ب10 دقايق، مش اكتر من كده. وجبت كده بنجرايه. البنجرايه دي يا جماعه مهمه جدا، طبعا احنا عارفين فوائد البنجر مهمه جدا. ساعات بنعمله الولاد ما بيرضوش ياكلوه، فدخليه في صلصه الطماطم، بس ما تحاوليش تزودي. يعني ال7 كيلو انا جبت البنجرايه دي حجم متوسط. جبتها كده وغسلتها كويس، وبعد كده دلوقتي بقشرها، انا مش محتاجه القشر بتاعها. ودلوقتي بقى هبتدي كده ان انا اقطعها. بصوا بقى اللون بتاعها خطير. جبت بقى حله صغيره كده على قدها، وهبتدي كده ان انا اقطعها قطعيه كده مكعبات بالشكل ده اهو. دي بتخلي بقى لون الطماطم يا جماعة تحفة جدا، وكمان مغذية، لان البنجر كله حديد. حطيه على الطماطم بتاعتك وخزنيها، هتبقى لون الطماطم تحفة. وحطيت كده عليها كوباية من المية، وهبتدي كده احطها على النار، واول ما بتغلي انا بوطي عليها. لو عايزة مية تاني بحط لها نص كوباية. خلاص كده دلوقتي هرفعها على النار مع الطماطم في نفس التوقيت كده برضو علشان تستوي. بصوا كده بقى، هي بدأت تغلي. انا هستنى بس 10 دقايق وبعد كده هطفي عليها. مش عايزة اشغل عليها اكتر من كده. كله شغال مع بعضه زي ما انتوا شايفين كده. حلو قوي. الكلام ده يا جماعة كان بالليل، يعني تقريبا كانت الساعة كده 12 بالليل. انا كنت جايباهم وعملتهم، غسلتهم وشلت الجزء الابيض، وبعد كده اديتهم غلوة. ما خدوش مني مجهود خالص ولا تعبت، ولو عندي 20 30 كيلو هعملهم كده في دقايق، مش هياخدوا وقت خالص. تاني يوم الصبح بقى كانت بردت خالص، ونزلت المية اللي انتوا شايفينها دي. طبعا انا كنت حاطه لها حبة صغيرين، بس هي نزلت مية اكتر من الطماطم نفسها. المية دي شايفين لونها فاتح ازاي؟ انا مش محتاجاها خالص. هاخد الحله بتاعتي كده واصفيها في الحوض، انا مش محتاجه الميه دي زي ما بقول لكم. وهجيب بقى الطماطم دي واروح احطها كده في الشفشق بتاع الخلاط، وهبتدي كده ان انا اضربها. شايفين بقى القشره بتطلع
ممكن تطلعي القشرة دي بكل سهولة، بس بيبقى تحتيها كده جزء من اللحم، فأنا بضربها في الخلاط وبعد كده بصفيها. كل شفشق من الخلاط بحط عليه قطعتين أو 3 من البنجر. دلوقتي هبتدي أضربه. شايفين بقى لونها حلو ازاي؟ الطماطم أصلا حمرا، وكمان حطيت كده لكل شفشق قطعتين أو 3 من البنجر، بتخلي لونها تحفة. طبعا لازم أصفيها، ما ينفعش أبدا ما تصفيهاش. جبت مصفى وتحتيها طبق، وحطيت بقى الجزء اللي أنا ضربته، وهبتدي كده أجيب الاسباتشولا بتاعتي وهبتدي كده أصفيها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. الطريقة دي حلوة جدا ومنجزة وسهلة. هجيب بقى كل الصلصة اللي عندي، الحلتين اللي عندي، هعملهم بنفس الطريقة. شايفين بقى كمية القشر اللي طلعتها، القشر والبذر كمية قليلة جدا. هعمل بقى الكمية كلها كده مع نفسي. دول الحبة اللي انا صفيتهم دلوقتي، شايفين بقى اللون بتاعهم تحفة. هعمل بقى الكمية كده كلها وهوريكم بقى شكلها ايه. بصوا بقى، شايفين انا هقسمها برضو على حلتين. دلوقتي تقدري بقى ان انتي تعبيها وتشيليها في الفريزر، بس انا عشان ما عنديش مكان هديها كده غلوتين على النار حوالي نص ساعة، او مش نص ساعة، حوالي تلت ساعة، مش اكتر من كده. بس اهم حاجة ان انتي حطي لها كده معلقة كبيرة من الملح ومعلقة صغيرة من السكر. دي المواد الحافظة اللي هتحفظها. انا حطيت كده المعلقتين اللي انا قلتلكوا عليهم وقلبتهم كده كويس، وهرفعها على النار. دي كمية التفل اللي طلعت من 7 كيلو، طبعا مش كبيرة خالص. هرميها، انا مش محتاجاه. اهو، شايفين بقى؟ بعد ما بردت هبتدي دلوقتي بقى علشان افرزها. شايفين القوام بتاعها؟ انا بحب القوام بتاعها ده جدا. هجيب بقى برطمان كده، طبعا هكون معقماه كويس بميه سخنه وخل، ومنشفاه كويس جدا طبعا في الفرن، في صهد الفرن كده. وهعبيه لو انت عايزه تعبي ببرطمانات. لو عايزه بقى في اكياس، انا جبت الكيس التلاجة، بس كيس ما يكونش مستعمل، يكون نظيف زي ما انتوا شايفين كده. وهحطه كده في كوباية، وهبتدي ان انا احط بالشكل ده. طبعا الكمية اللي بتحطيها على حسب عدد افراد الاسرة. انا عملت كيسين كبار دول للمحشي. المحشي بياخد صلصة كتير، وكمان حوالي 4 اكياس متوسطين. والبرطمان اللي انا عبيته قدامكم ده تقريبا برضو بيعمل كيسين. يعني المجموع 8 اكياس. بس خلي بالكم ان الاكياس بتاعتي كبيرة، انت ممكن تحطيهم في اكياس اكتر من كده بكتير. ما انا بقول لكم ده على حسب عدد افراد الاسرة. انا اسرتي كبيرة، فعاملة الاكياس كبيرة. ودول 7 كيلو زي ما قلت لكم. وزعي بقى على الاكياس زي ما يعجبك. خلاص كده انا خلصت الكمية كلها. شايفين بقى؟ تحفة. اللون بتاعها يا جماعة جميل جدا، وكمان احسن من الصلصة اللي انت بتشتريها من بره، بيبقى كلها مواد حافظة وبتخلي طعم الاكل مش حلو خالص. شايفين بقى الحلاوة والجمال؟ شوية طماطم كده. على فكرة انا جايبة الطماطم النهاردة ب5 جنيه. ولو انت حضرتي معايا الفيديو لغاية دلوقتي، يا ريت تقوليلي في التعليقات عندكم الطماطم بكام. طماطم زي ما انتوا شايفينها كده كانت جميلة وتحفة. وخلي بالك من الأسرار اللي قلتلك عليها وانتي بتنقي الطماطم. هقولها لكم تاني، لازم الطماطم تبقى كبيرة كده وملحمة، عشان ما يكونش فيها البذور والقشر كتير، وتبقى جامدة وحمرة كده. وكمان طماطم الشتا يا جماعة بتبقى حلوة، يعني الحقيقة خزيني دلوقتي، بتبقى مسكرة كده وطعمها حلو أحسن من الطماطم الصيفية. وكمان سعرها حلو. أنا قلتلكم أنا جبتها ب5 جنيه. ايه رأيكم بقى في الطريقة بتاعتنا النهاردة؟ اعمليها بالطريقة دي، مش هتتعبي خالص، وفرزيها عندك طول السنة. هتبقى تحفة جدا وهتنجزك. انا بتمنى يكون الفيديو النهاردة عجبكم، ولو عجبكم بقى ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب للقناة. يا ريت تتابعيني على صفحتي على الفيسبوك بنفس اسم القناة، مطبخ مرمورة. يلا باي باي، سلام.